مؤتمر بيريز عن قضية نجريرة صباحا أهدى الريال نقطة أمام إلشي مساء. السيس مارادوني وعظم من بيلي باليد، وفيني تحول إلى جون سينا، والحكم شاهد ما شافش حاجة. من الآخر كده وبكل حيادية، أمس شاهدنا تلوث بصري وعك فاخر من الآخر من ريال مدريد، بداية بالتشكيل الغريب من ألونسو اللي ما قادر يثبت تشكيلة أساسية للريال حتى اللحظة. السيد ألونسو كان فاتح الملعب بجارسي وأرنولد كأجنحة، ولكن من دون رقم 9 صريح. طيب العرضيات دي حتتلعب لمنو بالضبط؟ هل مبابي ممتاز في الراسيات؟ لا. ثانيا بلينغهام خلف المهاجم، وجولر متأخر ولاعب من دون ارتكاز حقيقي، وده مؤثر جدا على أداء جولر مؤخرا وعلى امبابي كذلك، لأن مساهمات الاثنين قلت جدا بعد عودة بلينغهام. والنتيجة الريال فشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، خسارة من الليفر وتعادل أمام رايو وآخر أمام إلشي أمس بهدفين لكل فريق. ولكن هل الريال استحق التعادل أصلا؟ على حسب وجهة نظري الريال لم يستحق التعادل في المباراة، الفريق لم يقدم ما يشفع له. ثانيا الأخطاء التحكيمية. على المستوى الشخصي أنا ما بحب أتكلم عن التحكيم كتير، ولكن يا جماعة في أشياء كده واضحة أنا ما عارف أصلا كيف بتعدي على الحكام ونحن في زمن الفار. لمسة يد واضحة من بلينغهام في الهدف الأول، وتدخل فيني على الحارس بينيا كان أوضح من الشمس. تفسير الوحيد إنه الحكم وجد الحارس يتنفس وعلى قيد الحياة وقرر احتساب الهدف. بجد خجلت لك يا بيريز. بالمقابل إلشي قدموا مباراة كبيرة جدا، سيطرة وتحكم وكرة ومرحلة، والهدفين ملعوبات وأحلى من بعض. وانتوا عارفين الهدف الأول لإلشي جاء بعد 22 تمريرة متتالية. هدف زي ده ما من المفترض يتسجل في فريق كبير زي ريال مدريد. الفريق ما كان بيضغط خالص للمهاجمين لا لعيبة الوسط ولا حتى الدفاع. العزاء الوحيد للمشجع المدريدي إنه الفريق لا زال متصدرا بفارق نقطة عن برشلونة. اكتبوا لي رأيكم عن المباراة في الكومنتات، وما تنسوا الشير واللايك والمتابعة. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.